مرحبا. ربما تعمل في قطاع الرعاية الصحية لفترة أو بدأت للتو. في كلتا الحالتين من المهم جدا مشاهدة هذا الفيديو. في البداية سنناقش ما هي نفايات الرعاية الصحية ولماذا من المهم الاهتمام بكيفية التخلص منها. هناك عدة فئات من النفايات الرعاية الصحية، ولكل نوع طريقة خاصة في التخلص منها، وبالتالي يتم فصل النفايات حسب الفئة عند إنتاجها. سنشرح لكم عملية إدارة النفايات مع فرز النفايات والمعدات اللازمة، والتي سيكون من السهل تنفيذها في منشأتكم من قبل الطاقم الطبي وكذلك عمال النظافة وإدارتكم. مرتبطا بذلك سنذكر أيضا المعاملة والتخزين والنقل داخل المنشآت الرعاية الصحية، مما يمنحكم تلميحات لتحسين إدارة النفايات داخل المنشأة. فيما يتعلق بالتعامل مع النفايات، سنراجع الأنشطة الرئيسية للوقاية من العدوى في المنشآت الصحية، والتي ستساعدكم في حماية أنفسكم ومرضاكم. وفي النهاية، لتوضيح سبب أهمية قيام منشآت الرعاية الصحية بفصل النفايات جيدا، سنلقي نظرة على موقع التخلص من النفايات الخطرة، حيث تتم معالجة والتخلص من النفايات للمنشأة الرعاية الصحية. في الختام سنلخص بعض النقاط الإجراءات التي ستساعدك على البدء في إدارة النفايات الصحية بصورة آمنة بمجرد الانتهاء من مشاهدة هذا الفيديو. ما هي نفايات الرعاية الصحية؟ نفايات الرعاية الصحية هي جميع النفايات القادمة من منشآت أو أنشطة الرعاية الصحية، وهي تشمل أي النفايات الصلبة أو السائلة بما في ذلك الحاوية الخاصة بها، أو أي منتج وسيط يتم إنشاؤه أثناء التشخيص أو العلاج أو تلقيح البشر والحيوانات. بالإمكان تقسيم النفايات الرعاية الصحية إلى قسمين. الأولى تتكون من النفايات العامة، وهي غير معدية أو خطرة، مثل النفايات المنزلية أو بقايا الطعام إلى آخره. والثانية تتكون من عدة أنواع من النفايات التي قد تكون خطرة، المتولدة في منشآت الرعاية الصحية، والتي تحتاج للتعامل معها والتخلص منها بطرق محددة. النفايات العامة الغير خطرة المتماثلة في النفايات المنزلية تتراوح ما بين 75 إلى 90% من نفايات الرعاية الصحية في المنشأة الصحية. أما النفايات التي يحتمل أن تكون خطرة والتي ترتبط ببعض من المخاطر الصحية وتحتاج إلى المعالجة بطريقة خاصة، تتراوح ما بين 10 إلى 25% من نفايات الرعاية الصحية في المنشأة الصحية. لماذا من المهم الاهتمام بكيفية التخلص من النفايات الصحية؟ ماذا أو من يمكن أن يتأثر إذا تم التخلص منها بشكل غير صحيح؟ بإمكانكم وقف الفيديو الآن للمناقشة. النفايات الخطرة هي السامة. التأثير الصحي والبيئي لطبيعة نفايات الرعاية الصحية ربما يرجع إلى واحدة أو أكثر من الخصائص التالية. هذه النفايات الخطرة قد تحتوي على عناصر معدية أو على إبر وأدوات حادة، قد تحتوي على مواد كيميائية سامة أو خطرة، أو على عناصر وراثية سامة وخلايا سامة قد تكون مشعة. إذن، من هم الأشخاص المعرضون للخطر إذا تم التخلص منها بشكل غير صحيح؟ الأشخاص. أنتم كعاملين في الرعاية الصحية والمنشأة الطبية، بما في ذلك الأطباء والمرضى وعمال النفايات والمجتمعات من حولك، أو حتى الزوار، هم أشخاص معرضون للخطر. النفايات المعدية. الإبر والزجاج المكسور والمواد الحادة يجب أن تفترض دائما أنها من النفايات المعدية، وتحتوي على بكتيريا أو فيروسات يمكن نقلها إليك بواسطة إحداث خدش أو جرح على جلدك على سبيل المثال. البيئة. إن التخلص غير السليم للنفايات في المواقع المفتوحة أو المناطق غير المخصصة لها كمدافن النفايات المعقمة تسبب تلوثا للتربة والمياه والهواء، والتي تؤدي بدورها لعواقب قصيرة وطويلة الأمد. هذا التلوث تمنع من استخدام الأنهار والتربة المتضررة والاستفادة منها في الزراعة. أما تراكم هذه النفايات الخطرة والسامة بشكل طويل الأمد قد تؤدي إلى إصابة الحيوانات والبشر بالأمراض. تصنيف النفايات الرعاية الصحية والتخلص النموذجي لها. كما ذكرنا سابقا، هنالك نوعين من النفايات الرعاية الصحية. أولا، النفايات العامة غير الخطرة. ثانيا، النفايات التي قد تكون خطرة، وهي تتضمن النفايات اللينة أو الناعمة، النفايات الحادة، النفايات الزجاجية، النفايات العضوية، النفايات الدوائية، النفايات الكيميائية، والنفايات المشعة. وبشكل عام فإن النفايات الصحية الأكثر شيوعا إنتاجها هي النفايات الناعمة والحادة والزجاجية والعضوية، وسيتم التركيز على هذه الفئات الأربعة، حيث أن مناطق النفايات الصحية المتوفرة تعالج هذه الفئات فقط. كيف يمكننا تقليل تلك المخاطر إذن؟ التخلص السليم من النفايات التي يحتمل أن تكون خطرة، والتي تبدأ بالفصل المناسب لفئات النفايات في نفس اللحظة التي يتم فيها إنتاج النفايات أثناء جميع الأنشطة في منشآت الرعاية الصحية. توجد فئات من النفايات لتسهيل التخلص أو معالجة النفايات.
نظرة عامة على فئات النفايات الرعاية الصحية التي قد تكون خطرة وطرق معالجة هذه النفايات. فمثلا النفايات الناعمة تحتاج إلى الحرق، والنفايات العضوية تتم ضمرها داخل الأرض، والنفايات الزجاجية تتم سحقها. أما النفايات الحادة فيتم احتوائها في صناديق كرتونية أو بلاستيكية، والنفايات الصلبة غير الخطرة يتم التخلص منها من قبل البلدية. إدارة النفايات في المنشآت الصحية. عملية فرز النفايات. يجب فصل النفايات في كل نقطة من رحلتها عبر المنشأة إلى موقع التخلص أو المعالجة. كل مؤسسة صحية تحتاج إلى شخص مسؤول عن عمليات الفرز داخل المنشأة من أجل إدارة النفايات الصحية، والذي يقوم بدوره بالتنسيق بين الأقسام المختلفة ضمن المؤسسة وضمان تطبيق نظام الفرز ذاته. هل لديكم أي نظام لفصل النفايات الخطرة في منشأتكم؟ إذا أجبت بنعم، فما هي أنواع المخلفات الخطيرة التي تفصلها في منشأتكم؟ بإمكانكم وقف الفيديو الآن للمناقشة. إذا، فلماذا نفصل نفايات الرعاية الصحية؟ وذلك لتقليل كمية النفايات التي يجب معاملتها كنفايات خطرة، مما يحد من مخاطر التعرض لهذه النفايات، وأيضا تساعد في خفض كلفة معالجة هذه النفايات. ولكن كيف نفصل هذه النفايات؟ وذلك عن طريق الترميز اللوني للأكياس والحاويات. يجب دائما الحفاظ على نفس رمز اللون خلال جميع مراحل إدارة النفايات حتى التخلص النهائي، وهذا يساعد في منع التلاعب بالنفايات من قبل أشخاص غير مصرح لهم، وأيضا سهولة التعرف على النفايات ومنع الخلط العرضي للنفايات. إدارة النفايات في المنشآت الصحية والمعدات اللازمة لكل فئة. والآن فلنلقي نظرة على الأنواع المختلفة من النفايات. أولا، لدينا النفايات الغير الخطرة أو النفايات العامة، وهي النفايات التي لم تكن على اتصال بالعوامل المعدية أو المواد الكيميائية الخطرة أو المواد المشعة، ولا تشكل خطرا حادا. عادة أكثر من نصف النفايات العامة غير الخطرة هي الورق والورق المقوى أو البلاستيك. هذه النفايات يمكن احتوائها في أكياس بداخل حاويات بلاستيكية سوداء، أو يمكن التخلص منها على أساس نظام التخلص من النفايات في البلدية. ومن ثم لدينا النفايات الناعمة الغير قاسية، وهي النفايات الملوثة بالدم أو سوائل الجسم الأخرى، كالقطن أو الشاش والضمادات الملوثة بسوائل الجسم، أو القفازات والثياب وأقنعة الوجه المستخدمة. هذه النفايات يجب احتواؤها في أكياس بلاستيكية صفراء داخل حاوية حمراء، ويمكن التخلص منها عن طريق الحرق في المحرقة. ومن بعدها لدينا النفايات العضوية كالمشيمة أو الأنسجة البشرية أو الدم الفاسد ومنتجات الدم كالبلازما وخلايا الدم الحمراء والإفرازات الجسدية الأخرى. هذه النفايات يجب احتوائها في كيس بلاستيكي بداخل سلة بلاستيكية مغطاة بغطاء محكم الإغلاق، ويمكن التخلص منها عن طريق الدفن في حفرة. ملاحظة: يتم تفريغ أكياس الدم الفاسد في الحفرة العضوية، ومن ثم يتم إحراق الكيس الفارغ في المحرقة مع النفايات الناعمة. ومن ثم لدينا النفايات الحادة، وهي العناصر التي يمكن أن تسبب الجروح سواء كانت ملوثة أم لا، كالإبر والسكاكين والزجاج المكسور. هذه الأنواع من النفايات ينبغي أن تحفظ في صناديق من الكرتون المقوى المقاومة للثقوب، ويتم التخلص منه عن طريق وضع الصندوق في حاويات معدنية في منطقة النفايات الطبية. ومن ثم لدينا النفايات الزجاجية كالقوارير الفارغة وزجاجات الأدوية. هذه النفايات ينبغي احتوائها في سطل بلاستيكي مع فتحة في الغطاء، أو يمكن إعادة تدويرها في حال لم تكن تحتوي على مواد معدية أو سامة. وأخيرا لدينا النفايات الدوائية، والتي تتضمن الأدوية والعقاقير الغير مستعملة ومنتهية الصلاحية كاللقاحات والسيرومات والمنتجات الدوائية التي لم تعد تصلح للاستعمال. التخلص من الأدوية بعد انتهاء مدة صلاحيتها هو موضوع حساس جدا، ويجب أن يتم التعامل معه بطرق وتكنولوجيات خاصة، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال إحراقها في المحرقة أو إتلافها في منطقة النفايات المتوفرة حاليا. فمثلا إذا كانت هناك أدوية منتهية الصلاحية في مؤسستك، يرجى التواصل مع مديرية الصحة بهذا الخصوص إذا كنتم مؤسسة خاصة أو عامة، أو أعد هذه الأدوية للمستودع الذي استلمتم منه في حال كنتم مؤسسة مدعومة من قبل منظمة غير حكومية. يرجى عدم إرسال النفايات الدوائية الخاصة بكم إلى مناطق النفايات الصحية، مع العلم أن هذه المعطيات من الممكن أن تتغير في المستقبل. التعامل والتخزين والنقل داخل منشآت الرعاية الصحية. كم مرة تقوم السيارات البلدية بنقل النفايات من منشأتكم؟ وهل تعرف إلى أين؟ هل برأيك يتم التخلص من النفايات المعدية بشكل سليم؟ والآن يمكنكم وقف الفيديو للمناقشة فيما بينكم. جزء من خطة إدارة نفايات الرعاية الصحية هي التعامل مع النفايات. فمثلا يجب عليك استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة،
وأيضا يجب عليك استخدام وضعية جسم مناسبة كهذه وليست كهذه. وجزء آخر من خطة إدارة النفايات الرعاية الصحية هي جمع النفايات. يجب التأكد من جمع النفايات من كل منطقة يوميا على الأقل، ويجب التأكد من عدم ملء الحاويات. من المهم أيضا التأكد أن الأكياس مربوطة بشكل صحيح لتجنب التسرب إلى الحاويات أو أثناء النقل. أيضا يجب الحفاظ على فصل النفايات. تجميع النفايات الحادة: لا ينبغي أن تكون الصناديق ممتلئة أكثر من 3/4 عند إغلاقها وختمها. زيادة الملء يزيد من خطر الإصابة بوخز الإبر. يجب استخدام القفازات القوية عند التعامل مع حاويات الأدوات الحادة. أما إذا كانت الحاوية ممتلئة فكيف تتعامل معها؟ لا تحاول نقل أجزاء من النفايات إلى حاوية أخرى، بل استخدم القفازات الطويلة والقوية التي تحمي الذراعين. وضع الحاوية المملوءة بعناية في حاوية ثانوية أكبر مقاومة للثقب، مثل صندوق من الورق المقوى السميك والصلب أو صندوق بلاستيكي. قم بوضع ملصق خاص على الحاوية الخارجية إن لم يكن عليها مسبقا، واتبع إجراءات التنظيف إذا كان هناك تسرب. أبلغ عن الحاوية الممتلئة إلى مشرفك. نقل النفايات في الموقع، وتسمى أيضا النقل الداخلي، يشير إلى نقل النفايات من منشأة الرعاية الصحية إلى مواقع التجميع في المنشأة، بينما يشير نقل النفايات خارج الموقع إلى نقل النفايات إلى مناطق التخزين وإلى مرافق المعالجة خارج الموقع. ويستلزم نقل النفايات الرعاية الصحية عبر الشوارع العامة. يرجى أخذ التدابير القياسية لحماية أنفسكم أثناء النقل داخل الموقع. على سبيل المثال، ارتدي الكمامات والقفازات والألبسة الوقائية، كما يجب التأكد من سلامة الأكياس والحاويات قبل حملها ألا تكون تحتوي على ثقوب أو كسور. نقل النفايات خارج الموقع يشير إلى نقل النفايات إلى مكان ما لخزن ومعالجة هذه النفايات خارج الموقع. تلزم مركبات مخصصة لنقل هذه النفايات الخطرة. عادة تكون هذه المركبات مقسمة في الداخل على حسب نوع النفايات، وتكون مغطاة بشكل كامل لضمان نقل سليم وآمن للنفايات. التخزين: بمجرد حدوث تجمع النفايات يجب خزنها في المكان المناسب. تحتاج النفايات المنفصلة من مختلف الفئات إلى جمعها في حاويات محددة. يجب أن توضع علامة تحذير على منطقة التخزين. بشكل عام يمكن تخزين النفايات الناعمة والحادة والزجاجية ليومين أو 3 كحد أقصى. أما بالنسبة للنفايات العضوية فلا يمكن أن تخزن لأكثر من 24 ساعة، وذلك لأنها تطلق روائح كريهة. تقليص النفايات: التسلسل الهرمي لإدارة النفايات. يستند التسلسل الهرمي إلى حد كبير على 3 مفاهيم، وهي تقليل، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير. النهج الأكثر تفضيلا هو إنتاج أقل قدر ممكن من النفايات، وبالتالي تقليل الكمية التي تدخل في مجرى النفايات. الاحتياطات القياسية للوقاية: يجب أن تستغرق من 40 إلى 60 ثانية لغسل اليدين، و20 إلى 30 ثانية لغسل اليدين بمطهر الكحول. هذه التعليمات منشورة من قبل منظمة الصحة العالمية. المعدات: يجب اختيار معدات الوقاية الشخصية واستخدامها بناء على خطر التعرض من قبل عمال الرعاية الصحية، طاقم الدعم، طاقم المختبر، وأفراد الأسرة والزوار. إن المعدات الوقائية تتضمن قبعة للشعر، نظارات واقية، قناع، كفوف، وأحذية مضادة للماء، إلى آخره. إن التنظيف المستمر يمنع من التلوث العرضي للعناصر النظيفة ويقلل من خطر العدوى. لا تزال إزالة الأوساخ والحطام جسديا بالماء والصابون والمطهرات هي الطريقة الأكثر فعالية لتنظيف بيئة الرعاية الصحية. وفي نهاية المطاف يتم رمي النفايات بهذا الشكل. بالتأكيد لا. كما ذكرنا سابقا فذلك مضر للبيئة. فلنلقي نظرة سريعة وتلخيصية إذن على عملية التخلص أو معالجة مخلفات الرعاية الصحية. تتم هذه العملية من جمع المخلفات الآتية من العيادات والمستشفيات، ومن ثم تتم جمع المخلفات وفرزها حسب نوعها، ومن بعدها يتم نقل المخلفات الغير خطرة عن طريق البلدية. أما النفايات التي قد تشكل خطرا تؤخذ إلى منطقة معالجة النفايات خارج الموقع، ويتم أما حرقها أو دفنها أو سحقها حسب فئتها، والبقايا تحفظ في حاويات موجودة مسبقا في منطقة النفايات والتي صممت خصيصا لهذا الغرض. على سبيل المثال، هذه من إحدى المناطق التي يتم معالجة والتخلص من النفايات الخطرة. وشكرا لانتباهكم واستماعكم.